والله بما ان الاهلي تأهل خلاص والدنيا خلصت، بس انت بيستوقفك كده كام حاجه كده بتخلي الواحد بتطلعك عن شعورك، عشان تحس ان انت بتبقى عايز تنبسط وعايز يعني فاهم الدنيا تمشي. وفي حاجات كده تفاصيل غريبه هي بتخنوني وكنت شايفها اللي هي صح، برغم ان في ناس اجي قالوا لك اللي لا انت لازم تاخد حقك بالصيغه دي، لو رد عليك بيها لازم احنا نرد. صيغه ايه يا معلم؟ ازايز الميه اللي اتعمل لها ترويج ابن جزمه بين الماتش بتاع جيش الملكي لما كنا بنلعب في المغرب، والماتش التاني لما كان بيتلعب في استاد القاهره النهارده. انا النهارده عملت اداء كويس وممتاز في الشوط الاول، وباداء يعني بص انا قلت خلاص يعني الاهلي هيطلع فاهم، بص هيمسك الجيش الملكي هيقعد يدعك فيه، ولو بما ان النقطه اللي هو كان لو كان خسر النهارده كان طلع من البطوله. يعني بص مبدئيا يعني، والسبب في النقطه دي جمهور الاهلي. تقول لي يعني هو غلطتهم يعني اللي هو يجوا الاستاد ويجي يقولوا لك احنا بنشجع وبتاع وانت قاعد في البيت؟ يعني لا يا معلم، انا عايز اقول لك ان النهارده اول مره احس ان الجمهور الاهلي قاعد طول ال90 دقيقة بيشجع، مفيش ولا هدى ولا سمعت صوت مثلا الجيش الملكي بتشجيع ولا الكلام ده. التيفو يعني روعة، يعني الله يرحمهم ويرحم امواتنا، وفعلا احنا مش هننساكوا تمام. تاني حاجة التيفو كان جامد فشخ، لكن انا لما احس ان الاهلي بيلعب في اول 20 دقيقه والدنيا جامده ولا انت بتبوظ الريتم على دماغي، انا عايز اصلا الفرقه دي تطلع من البطوله، انا مش عايزها تاخد بونت عليا على الفاضي، انت فاهمني. والمشكله اللي انت ايه، انت ولا يعني مفيش اي حاجه يعني حصلت، تراك بعيد قوي انت فاهم، كتفك وجعك يا اسطى انت فاهم. انا عايز صوتك هو اللي يبقى شغال. هتقول لي انت كده بتمشينا على مزاجك، لا والله مش بمشيك على مزاجك، بس انا بتكلم في نقطه اللي هو ايه اللي انت تاخد بالك من نقطه اللي هو يا عم احنا كسبنا، لو جبنا 2-0 1-0 اعمل اللي انت عايزه مفيش اي مشاكل. هم ذات نفسهم عملوا كده لما جابوا الجون لما جابوا الجون في ضربه الجزاء في المغرب. انت جاي بتعمل كده واحنا لسه اصلا ما كسبناش او ما جبناش جون. يا عم انت اعمل النقطه دي وانا معاك يا عم، اعملها بين الشوطين، اعملها في اخر الماتش، اعملها لما تكون كسبان. انت بتعملها في وقت انت بتخلي رتم اللعيبه تهدى، وانت اصلا ما عندكش اللي زي ما بيقولوا لك المينتاليتي اللي انت تقدر ترجع للمباراه لو هي يقدر يتغير على حسب مناخ الماتش او حسب مناخ الجو، يعني انت فاهمني. ده لو طلع من الماتش خلاص مش هيرجع تاني، وده اللي حصل. اداء فردي جامد من بن رمضان، واول مره يعني خلاص يا عم الحمد لله. انا نفسي تثبت على الاداء ده واعلى، انا عارف ان انت اداك اعلى من كده كمان، انت كنت بتقدم احسن من كده، بس انت النهارده كنت نجم المباراه. النهارده راجل بيلم ويعمل وبتاع، عكس لعيبه تانية كانت واقفه في الهجوم بتحاول على قد ما تقدر. وتاكا النهارده يعني انا مبسوط جدا اللي انت اصلا يا ابن جهتي اللي انت بتخش يعني فاهم في الاطراف بتوزع اللعيبه، بتوزع اللعب للعيبه تمام، لكن انت الفينش عندك لا. ما انت انا فاهم ان مفيش كوره بتتلعب لك، بس انت لما تاخد فينش في كور، يعني في كوره جات لك كده متطرفه دي مش عايزه ارضيه خالص، دي لو وربنا لو اتحطت في السقف في الضيقه الحارس مش هيقدر يلومها، وهو كان سايب لك كده كام حته في المظبوط، وكمان هو كان حارس على قده، كل الكور كانت بتشاط في النص. النهارده بن رمضان ضيع كتير، واكتر واحد اللي هو ضيع النهارده. والمشكله اللي انت عملت هجمه في الهجمه المرتده اللي انت عملتها ولميت الواد وبص سوحته، بس الفينش يعني يا جدعان يعني يخليك اللي هو ايه يا جدعان. ليه الكرة بتاعت الجون فاضي دي ما اقدرش الوم عليها، دي كانت امتياز من المدافع بتاع الجيش الملكي، هو شالها وبتاع، وبن رمضان كان راكنها كويس تمام. لكن انت النهارده عجبني نقطه كمان، الاهلي ابتدى يشوط بس انت مش في نص الجون، حاول تجرب فاهم تركن برضه يا جدعان. انا ما اعرفش برضه ازاي اللعيبه مش عارفه تركن الكوره يعني عامه يعني، انا ما اعرفش اللعيبه برضه بتاخد ملايين برضه، ما برضه يا جدعان صلوا على النبي يعني. انا لو بشوط كوره في حجز كوره تمام ملعب عادي هقول لك ماشي، انت بتاخد فلوس وحياه ومعيشه والدنيا وبتاع، ازاي انت مش قادر تركن كوره زي دي؟ ازاي انت مش عارف تعمل صيغه زي دي؟ فالموضوع ده مستفزني جدا يعني انت فاهمني. والنهارده انت الاداء كله كان منصب على بن رمضان. بن شرقي شويه ظهر في الشوط الثاني، الشوط الاول ما كانش ظاهر قوي،
طاهر يعني عامل مجهود كويس تمام، بس فاهم اللي هو فيه بحس اللي هو ايه، لازم الكرة يرجع لهاني، وهاني يعني ممتاز دفاعيا بس كان زي الزفت خالص في حوار الرفعيات. حاسس ان الدنيا كانت بايظه خالص، كل شويه بحس اللي هو ايه الكرة يعني عارف انت لما بترفع كرة بيشوط الارض، فالكرة بتبقى جايه زي اللي هو ايه، بتبقى جايه بالونه هي بتبقى جايه بالونه كده فاهمني، ما بتجيش في دماغ اي حد. ما اعرفش، بس هو كان عامل اداء دفاعي كويس يعني انت فاهمني. وكوكا كان عامل اداء دفاعي كويس بس ما كانش بيزيد، ولكن ما كان بيزيد الكوره ما كانتش بتجيله يعني عامه، يعني زيادته ما كانتش كتير عامه. لكن انت العنصر الاساسي اللي انا هاجي ارجع واقول لك اللي كان شغالين الاهلي كان بيلعب كويس، بس اللي كان العنصر الكبير هو بن رمضان. النهارده بقى لما الشوط الاول خلص وانت عامل اداء كويس وريحت في اخر دقيقتين، في اخر 10 دقايق في الشوط الاول، وتبتدي في الشوط الثاني خلاص ابتدي الريتم وبتاع يقع بسبب ايه؟ شويه الازاز اللي كانوا بينزلوا. فانا اما انا اجي اقول لك بقى طب يا جدعان يعني مش دلوقتي انا الرد الحقيقي اللي انت زي ما بيقولوا لك ايه، هتوجعهم اكتر، تطلعهم من البطوله، تكسبهم على ارضك. باشا يا جدعان فوق ال70,000 وانت مش عارف تخلص. معرفش هي كانت منجسه معاك ولا لا، بس هي كانت باينه اللي هي منجسه، بس هي نقط زي دي ما تاخدش كمان يسا. يعني الكره اللي جت في كتف الواد وهو افور وبتاع ولا ليها اي لازمه. وحوار الترويج يا جدعان احنا بنفضح نفسنا ليه؟ عارف الموضوع هيتفضح بس يعني مش للدرجه دي. يعني انت لما حوار سكينة المعجون والليله دي ده كانت مننا احنا، هم ما نشروش حاجه. ومع ذلك الماتش اللي بعديه الجيش الملكي ما كانش فيه جمهور. اي فريق عربي اللي بيلعب الجيش الملكي ما كانش فيه جمهور. ليه احنا نترصى ونتلدع لدعه واحنا بالصلاه على النبي محبوبين جدا يعني في افريقيا؟ فانت ممكن تتلدع في ماتش دور الثمانيه بدون جمهور. طب انت جيت رزيتنا انا كده لا يا معلم، انا عايز التشجيع والرعب والاداء الجامد ده يا جدعان عشان يخوف اللعيبه كانت خايفه. الجيش ما كانش محتاج اصلا ان هو يطلع اصلا تعادل سلبي، ولا اجي اقول لك اللي شوبير اختبار اللي هو يخليك اللي انت تقول يا نهار اسود دي الدنيا يعني خلاص الحمد لله اللي هي عدت. لكن لا، ما هي ما عدتش يعني انت فاهم. هي كانت ماشيه بس هي كانت يعني بين 3 خشبات، ما اعرفش كان في سحر ولا كان في ايه. بس هي النقطه اللي انا بتكلم فيها اللي انت يا معلم لازم تكون واخد بالك من الفينش ده كان هيرازينا. امال هتعمل ايه بقى في دور الثمانيه؟ والناس اللي عماله تصيح تقول لك اصل هاتولنا سان داونز ولا هاتولنا مش عارف ايه، الاداء بالفينش ده مش هينفع خالص يا معلم. الجيش الملكي على قده. الجيش الملكي كان سايب لك الدنيا سداح مداح، بس كان حظك ان الحارس بتاعهم كان فايق شويه، وانت ما كنتش بتركن الكور بتاعتك ما كانتش بتتركن. الدفاع بتاعهم كان ملط، طار ضغط على الواد ووداه في داهيه وبصاه لبن رمضان وحظ ان المدافع هو اللي عداه. لكن انت بتتكلم في نقطه اللعيبه الاجنحه عندها الدنيا فاضيه وبتتقطم عادي ومفيش اي مشاكل وما عندهمش 1 تو 1 الواحد على واحد يعني فاهم انت دايما بتكسبها. ما عدا الناحيه بتاعه طاهر لازم يقطم ويرجع لهاني، وهاني يوم رفعه مش كويسه. اليو ديانج كان متوازن شويه. مروان عطيه حاسه اللي هو تعب عشان لما نزل استاذ امام تمام ما حسيتش في اي حاجه، اللي هو في خطوره شويه والريتم هدي والشوط وفي اخر الشوط الدنيا هديت. طب هو يا جدعان طب انتوا في ايه يا جدعان؟ ما انت برضو الحاجات دي كموشتا بقى لما نزل. يعني انا عايز اعرف احنا يعني حرفيا احنا اتغفلنا فيه. يعني طب كويس اللي هو اعاره، انا ما اعرفش ازاي ده كان بيلعب في اوروبا وبرتغالي كمان. تخيل انت جايب لاعب برتغالي ومن اصل انجولي، يعني بن شرقي رفع لك كوره انت المفروض كنت تظبطها، بس انت يعني ما اعرفش هو ايه اللي خلاك تعمل فينش زي ده. ويجي اخبار بقى كده من بيدجات كده كماوش ده بيقول لك في التدريبات اللعيبه انبهرت برأسياته في التدريب. طب فين ايه الدنيا؟ ما انبهرناش ليه دلوقتي؟ تقول انت من بدايتها تنتقده وبتاع. لا مش بنتقده والله، بس انا بتكلم في النقطه اللي هو ايه يا جدعان ما تافوروش يعني فاهم. في بيدجات برضو مقرفه بحس ان هي في عالم موازي، ولا هي بتبقى توجيه ممنهج ولا اجندات دوليه ولا مؤامره كونيه. في ايه يا جدعان؟
وحوار الفضايح ده بيقرفني. حوار اللي احنا برضه بنتفضح كده على الفاضي يعني. شوف صور واحنا بنحدف على بعض على الجيش الملكي، ليه يا جدعان؟ مش فاهم يا عم. طبيعي مش هتقدر تجامل الكل، بس انا بقول لك عن رايي الشخصي. اعمل كل ده في الدرع، اعمل كل ده في الدرع مش هتفرق. غفل، ويعني زي اللي هو ايه، زي على ابراهيم الابيض، بيعور سطحي ما بيغزش. فانا هاجي اقول لك ايه تاني؟ لازم تكون واخد بالك من النقط دي. فلوس هتتغرم مع النادي الاهلي يا عم ماشي، سيبك من نقطه الفلوس، بس حوار اللي انت الجمهور ده، الموضوع ده مهم يا جدعان. الاهلي فاق عشان بالجمهور، الاهلي لعب كويس عشان الجمهور، الاهلي كان بيحاول وتوتر سيكا عشان الجمهور كان وراه بيشجع طول ال 90 دقيقه والساحه كانت كامله. فاقول لك ايه تاني؟ انا اتمنى يعني عامه في القرعه يجي اي حد، واتمنى يعني المشكله برضو الناس بتيجي تقول لك سان داونز وهتلاعب سان داونز وبتاع. الناس دي يا جدعان بتلعب يعني فاهم، لما بتلعب فرقه تانية وبتلعب الاهلي بتبقى في حاله تانية خالص، بيشدوا نفسهم ويبقوا فايقين ومركزين وبتاع، ولو يطولوا يدوسوا عليك في المباراه وانت عارف. ولو انت قابلت الترجي ولا نهضه البركان عامه يعني، انت عامه عارف المطوشه بيغلوا فيك عشان انت عارف انت ايه. انت من احسن يعني مش محتاج اقول يعني، ده احسن حاجه جت في القاره، مش هتتكرر تاني، مفيش حد هيبقى زيه. فطبيعي، وطبيعي لما انت تلاقي الجيش الملكي بيستموت كده دفاعيا بس تعبان خالص حتى كمان دفاعيا، فانت لازم تكون تقدر نقطه زي دي وتدوس على نفسك اكتر، ما يبقاش الضغط برتمات. ماتش زي ده كان سايبين لك الكوره كنت تدوس عليهم، هجماتهم مرتده مفيش هجمات مرتده وتعبانين وكنتوا فايقين كلكم في الدفاع. ليه بقى؟ كان ناقص الهدف. خلي بالك انت شبيبة القبائل ما جبتش ولا جون وتعادلت سلبي، والنهارده كانت تعادلت يا عم، كانت هتبقى مبلوعه لو كانت 1-1 بس عادي الحمد لله. وانا كنت اتمنى والله الجيش الملكي يطلع من البطوله، ده كان الرد القاسي بتاع يعني، ده اللي انا شايفه قاسي ولا ازاز ولا بتاع، ما استفدتش اي حاجه. ده حتى على الاقل التراك بتاعهم كان قصير، انت تستاد القاهره التراك يعني فاهم واسع قوي يعني انت فاهم، رزيت نفسي على الفاضي. فبس ده كل الموضوع يا معلم، واتمنى يعني الاهلي يبقى بخير والفينش بتاعه يا اسطى كده يظبط، عشان انا ايه، انا والله بفرح عشان يعني انا بنبسط لما ده بيبقى كسبان وبتاع، حتى لو بيلاعب مين انت فاهمني. فماتش زي ده لما بتلعب فرقه عربيه بيبقى عندك اللي انت عايز تكسب تدوس على اي حد. بس يعني نيجي نرجع ونقول اللي هو الحمد لله ما خسرناش، عشان انا ما بحبش الخساره ولا بحب التعادل، انا كنت عايز مكسب بس. سلام.